طريقتي السهلة والبسيطة للحمام المحشي المصري. أنا بغسله الأول بملح ودقيق وليمون، بسيبه يتنقع شوية في المحلول ده لحد ما نحضر رز الحشوة. معلقة من السمنة البلدي، كام فص من المستكة، وهنزل بالكبد والقوانص بتاعة الحمام، أديهم تحميرة بسيطة وعليهم ملح وفلفل أسود. رز مصري مغسول، وعشان نعاير كمية الرز المناسبة للحمام اللي عندنا، كل حمامية أنا بحط لها كبشة من إيدي للرز المصري. هنسوي الرز نص تسوية، يعني هنحط له نص كمية المية المعتادة ونص برضو وقت تسوية الرز المعتادة. ودلوقتي بقى معانا رز مفلفل بس نص تسوية. بنزل بقى الرز بالكبد والقوانص في طبق عشان يتهووا، لأن منفعش نحشي الحمام بالرز وهو سخن. في المرحلة دي بقى بمسك الحمام وببتدي أهم مرحلة وأصعب مرحلة، بس مش هتكون صعبة بعد ما هقولكوا على التركاية الحلوة اللي أنا ابتديت أعملها ديت. أنا كنت الأول بفصل جلد الحمام عن اللحم من منطقة البطن، بس صدقوني لما تعملوا الموضوع ده من الزور من فوق أسهل وأضمن بكتير جدا إن يطلع الحمام معانا كله من غير ولا قطعة. ابتدوا امسكوا الحمامة من الزور ودخلوا ايديكوا بالراحة، وابتدوا افصلوا بصباع واحد اللحم عن الجلد. المهم توصلوا للنتيجة دي في الآخر، إن الحمامة مفصولة تماما والبطن لسه ضيقة زي ما هي عشان الرز ما يقعش. الطريقة دي طريقة اختياري دلوقتي، ان احنا هنبتدي نتبل الحمام. في ناس ما بتعملهاش بس انا بحب اعملها، ان انا اتبل الحمام شوية ببصل وطماطم وملح وفلفل وجوز الطيب. بعصر ده مع بعضه او بدعكه كده كله مع بعضه، وببتدي امسك واحدة واحدة بتبلها كويس من بره ومن جوه، بس بين الجلد لأ، واسيبها شوية لحد ما الرز يكون برد خالص بتاع حشوة الحمام. كده احنا خلصنا كل الكمية واطمنت ان الرز برد تماما. هبتدي بقى امسك الحمامة واحشيها. برضو هنحشي الحمامة من منطقة الزور. هنبتدي ندخل الرز واحدة واحدة، وهنبتدي بايدينا زي ما يكون بنشكل الحمامية عشان يبقى شكلها حلو برضو بعد السلق. فهندخل كمية رز معقولة بين الجلد والبطن، وكمان جوه بطن الحمامية، بس مش هنزود لان لسه الرز هيستوي بقية تسويته. هنقفلها بطريقة سهلة جدا، ان احنا بنحط الرجلين في المنطقة اللي تحت وزي اسمها بنربحها كده. وبعد كده بنخلص كمية الحمام كلها، وزي ما انتوا شايفين شكله مهندب ازاي، والرز بالظبط على قد الحمام بتاعنا، مفيش عندنا حاجة فاضلة. المية هتكون مغلية، هنحط كل المطيبات اللي احنا بنحبها، وانا حطيت شوية من البصل والطماطم كان فايض معايا من تتبيلة الحمام، هيدوا طعم وريحة حلوة. والحمام بيتحط في المية المغلية على ظهره. لو الحمام بالحجم دوت، يعني مش عجوز، حمام مقاسه سنه حلو، هياخد تقريبا ساعة إلا ربع وهنطلعه وهيكون مستوي جدا، والرز مستوي مفلفل مش معجن. هنبتدي بقى نعمل الخلطة دي اللي تدي للحمام لون رهيب، اللي هي شوية حليب أو لبن بالمصري يعني، وعليهم فلفل أسود. بالفرشة كده بدهن الحمام، بينزل بقى في الطاسة بيطلع لونه رهيب. أنا بحب جدا أحمر الحمام في زيت ذرة وخليط من السمنة البلدي، بحطهم على بعض بحمر فيهم الحمام، واللون بيبقى رهيب. حمروه بقى اللون اللي انتوا بتحبوه. انا بحب طبعا زي ما انتوا عارفين الحاجة يعني محروقة زي ما هتقولوا، بس انا بحب الحاجة متحمرة بزيادة. هحمر الحمام كله. بحب جدا احط في الصينية اللي بطلع فيها الحمام شوية ملح وفلفل، وبرضو برش عليه من فوق ملح وفلفل لما يطلع. عايزة أقول لكم إن مهما أكلت حمام بره عند أشهر المحلات، هيبقى بالنسبة لي الحمام البيتي أحلى وأنضف حمام. وطبعا بقى كوباية الشوربة اللي بالليمون دي حاجة لا غنى عنها جنب الحمام. أتمنى تكون طريقة بتاعتي بسيطة وسهلة، جربوها ومتأكدة إن شاء الله هتعجبكم. بالهنا والشفا مقدما.